بسم الله. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نعرف نعمل الانيميشن البسيط اللي انت شايفه ده باستخدام الجيومتري نودز. الانيميشن بسيط، بس لو انت احسنت استخدامه تعرف تطلع منه شغل احترافي. تظبط بس زاوية الكاميرا والإضاءة وتعمل روتيت كويس، بحيث ان انت تطلع الشكل اللي انت عايزه يجي لك. عايز يجي من فوق، عايز يجي من تحت، من الجنب، زي ما انت عايز. طيب يلا بينا. في الاول نفتح معانا بلندر، وكالعادة بنمسح الحاجات الوحشة اللي كل شوية بنمسحها ده. طيب هنيجي هنا ونكتب هيد هيدفون. تمام ماشي، وهنختار الهيدفون دي. طبعا لو جينا كده هتلاقي كل جزء لوحده، فانت هتعددهم كلهم كده، تختار كنترول جي. طبعا عشان تبقى انت شايف انا بعمل ايه. ثواني بس بيحمل. ايوه، نيجي هنا نختار بس كده. كده انت هتبقى شايف انا بعمل ايه بالظبط. طيب الاختيار ده لو الشاشة او الجزء ده مش ظاهر عندك، فانت هتيجي هنا على اليوتيوب تكتب بلندر كات، هيظهر لك البرنامج ده او الاضافة دي. هتضيفها عندك على الجهاز، تعملها داونلود. تمام. وهتيجي هنا تختار من edit preference، تيجي هنا added ons، تختار install from desktop، وشوف هي نزلت عندك فين. تعمل كده ونستول، لكن عشان انا مسطبها فهي موجوده. وبعدين تيجي هنا وتكتب هيدفون، وهيظهر لك الموديل ده اللي احنا شغالين عليه. طيب هو الموديل ظاهر معانا كويس، بس احنا عشان مختارين السوليد، فاحنا لو جينا هنا تمام، هو ده الموديل اللي هنشتغل عليه. طيب نرجع تاني، نخفي الجزء ده خلاص مش عايزينه. طبعا لو انت عايز تعمل الموديل لنفسه، في موديل نفس الموديل ده موجود برضو على اليوتيوب على القناه دي. طبعا قناه ديريك مشهوره جدا، كلكم عارفينها تقريبا. هسيب لك برضو الرابط الفيديو تحت في الديسكريبشن لو انت عايز ايه تتعلم الموديلنج دي. طب عشان مش هنطول عليكم، يلا بينا. في الاول هنيجي هنا بعد ما دوسنا كنترول جي، نختار اس ونكبرها شويه، نضغط 5. تمام، كبرت معانا كده. نيجي هنا نختار ار اكس 90، نضغط دوت، نرجع كده فوق. طبعا نخفي الجزء ده مش عايزينه خالص. ومن هنا نختار الجيومتري نود، ونختار السماعة بتاعتنا ونيو، ونثبت الجزء ده. طيب نبدأ بقى شغلنا. أول حاجة هنعملها، هنيجي هنا طبعا نضغط هنا عشان نوسع على نفسنا واحدة واحدة. نختار شيفت ايه، نختار سبليت ايدج، نحطها هنا. لو قربنا كده تلاحظ ان الجزء ده بدأ يرجع مش مظبوط معانا زي الأول. كويس. هنيجي هنا نختار شيفت ايه سكيل اليمنت، نحطها كده. شوف بقى الشغل بقى، لو احنا قللنا ده تبدأ تظهر معاك كده. كده احنا زي الفل. هنخليها زي ما هي على بوينت 8، وسع كده شوية. نختار شيفت ايه، نختار من هنا اكسترود مش. تمام. لو رجعنا لورا نلاقي كل الاسطح اللي احنا اخترناها دي اتعمل لها اكسترود. طبعا اضغط دوت عشان يوفر عليك كده. هنقلل من هنا بالتالي معاها. طبعا احنا هنخليها بوينت 001، بعدين نقرب تاني دوت، بقت معانا بالشكل ده. هنيجي هنا نختار فيلب فيسز، نختار من جيومتري المش. طبعا احنا لو جينا اخترنا دي كده الجزء ده هيختفي معانا، فاحنا عايزين الاتنين يتوصلوا. فنعمل ايه؟ نيجي هنا شيفت ايه ونختار جوين جيومتري، نوصل بقى ايه بقى. جوين جيومتري ده بقى عامل زي المشترك معانا كده.
ادي كده بخصوص اول جزء. نطلع بقى هنا الجزء اللي فوق، نيجي هنا شيفت ايه ونختار اللي هو empty، نختار يوسفير، صغرها شوية، نجيبها هنا جي زد. ماشي، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب اليوسفير او الامت اللي احنا اخترناه ده، نشد من هنا نحطه كده معانا، ونختار ريليتيف، ونيجي هنا نختار البوزيشن، شيفت ايه بوزيشن. طيب الجزء ده احنا خلاص قسمنا الاسطح. الجزء التاني اللي فوق احنا هنبدأ عايزين نخلي الانت ده تتحكم في السماعة، بحيث انها تدينا الشكل اللي احنا عايزين نوصل له. يعني يبدأ جزء يختفي وجزء يبقى ظاهر. وعايزين نعملها ازاي؟ هنعملها بالجزء اللي فوق ده. فهنجيب كده، ده اول حاجة البوزيشن والاوبجكت انفورميشن. طيب اوبجكت انفورميشن اللي هو ده طبعا، اللي هو الامتي. نيجي هنا نختار حاجة اسمها الفيكتور ماس. ماشي، نكتب فيكتور ماس. تمام، هنختار من هنا subtract. تمام، والبوزيشن مع الفيكتور واللوكيشن مع الفيكتور التاني. تمام، شيفت ايه، اختار gradient texture والفيكتور كده. تمام، عايزين بقى نشوف اللي احنا عملنا ده مش ظهر معانا اي حاجه لحد دلوقتي. هيظهر معانا دلوقتي. طيب هيظهر ازاي؟ هنيجي هنا نختار حاجه اسمها compare. هنخلي دي سيبها زي ما هي، مفيش مشكله. نختار الكالر باول واحده هنا شيفت ايه، نختار عشان نشوف بقى فيوز فيور. تمام، هنيجي بقى نختار الجيومتري للفاليو دي اللي تحت، لا الجيومتري الجزء اللي فوق للجيومتري. شوف بقى لو انت ضغطت هنا ظهرت معاك. طبعا هنيجي هنا بنتحكم في الجزء اللي احنا عايزينه يبقى مضيء معانا، او الجزء اللي احنا هنبدأ نتحكم فيه. فهنخليها مثلا بوينت 450 مثلا، برضه ما ظبطتش، خلاص نتحكم فيها زي ما احنا عايزين. نقلل شوية لو احنا بوينت 5، هي كان الزيرو. ماشي، خليها زيرو زي ما هي دلوقتي، مفيش مشكلة، بعدين يبقى نغيرها قدام. طيب عايزين احنا بقى نتحكم في الجزء ده. لو عملنا روتيت هتلاقيه تقيل معاك. خلاص اختار الموديل اللي انت اخترته، وبعدين تيجي هنا ونلغي الجزء ده ديسبلاي ده. هيبدأ معاك لو انت اتحركت هنا تعرف تتحرك براحتك، يبقى خفيف معاك. في الاخر خالص لما نخلص يبقى هنرجع تاني نفعله ونعمل الريندر اللي احنا عايزين نشتغل عليه. طيب لحد دلوقتي الدنيا كويسة معانا. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا اختار حاجة اسمها، طبعا احنا عايزين في الاول احنا عايزين نعمل روتيت، يعني عايزين نبدأ نتحكم في الجزء الابيض والاسود ده زي ما احنا عايزين. يبقى هنيجي هنا الاول وهنختار حاجة اسمها روتيت فاكتور. هنا كده نحطها هنا روتيت فاكتور، نحطها كده، ونجيب الروتيشن من هنا للروتيشن من هنا. ولو جينا حركنا كده بدأ يظبط معانا. طيب لحد دلوقتي تمام. جي زد نطلع لفوق شوية. طبعا روتيت زي ما انت عايز. احنا مثلا هنخليه كده. مم.
مثلا جي اكس. طبعا انت لما تتحكم في الجزء ده بتختار الشكل اللي انت عايز الشكل يبقى عليه، يعني يختفي من تحت يظهر من فوق، فتختار الشكل اللي انت عايزه. ما علينا، احنا هنخليها كده دلوقتي، وقدام يبقى نتحكم فيها زي ما احنا عايزين. ماشي. هنيجي برضو هنا نختار حاجة اسمها ماب رينج. ماب رينج، نخلي دي 0.04. ماشي. طبعا دي بيتحكم زي ما انت شفت، بيتحكم في الجزء اللي احنا عايزينه. هنخليها زي ما هي ونخليها 0.04 زي ما هي كده، وتحكمنا في دي كده. شوف سلس معانا اكتر. ماشي. نسينا نلغي الجزء ده برضو، يبقى تلغيه. نيجي بقى للحاجات اللي هتبدأ تظهر معانا الشغل بتاعنا. هنيجي هنا ناخد الاتنين دول، ناخد ده، نيجي هنا الأول نختار شيفت ايه، نختار ديليت جيومتري، نحطها هنا كده. طبعا الجزء ده هنخفيه خلاص، معادش محتاجينه. نختار شيفت الجويند ده، هنختار نكرره تاني قد كده. هنجيب ريزولت سيلكت جيومتري، نختار ده كده، ده خلاص كده كده. بص يا سيدي، لو نزلنا كده شوف بقى يشتغل معانا زي ما احنا عايزين. طيب احنا عايزين نلعب في الروتيشن شوية. مثلا زي ما انت عايز، نقول الموضوع انت ممكن تاخد وقت فيه، فعشان ما نطولش الفيديو، فانت كل ما تتحكم في الروتيشن ده كويس، كل ما يظهر لك الجزء اللي انت عايز تظهره، الجزء اللي انت عايز تخفيه زي ما انت عايز. فاختار الشكل اللي انت عايز يظهر عليه زي ما انت عايز، العب في الجزء ده. طيب عشان نكمل، عشان نطلع الشكل اللي احنا عايزينه، هنيجي هنا هناخد برضو الجزء ده شيفت دي، ننزل بيه تاني، والجزء ده برضو شيفت دي تاني. هنا هنوصل ده بده، الجزء ده هنا سيلكشن، ونخلي البوينت دي تبقى فيسز. لو قربنا احنا بقى هنبدأ نشوف التغييرات بقى. هنا الجزء ده برضو نخليه فيسز، بدأت تظهر. ماشي لحد دلوقتي الدنيا تمام. هنخلي دي برضو، نيجي هنا الأول، هرجع كده ورا، هناخد الجزء ده، ناخد من هنا بي، آسف المفروض تبقى الإيه، وبي هنا هنخليها 450. اتحكم فيها زي ما انت عايز يعني، بس احنا هنخليها القيمة دي أفضل. وهنا برضو محتاجين، أيوه تمام كده، أظن كده ايه وضحت معانا. نرجع ورا، خلي دي 490، الجزء اللي تحت ده 450 مثلا. ماشي. هنشوف دلوقتي ايه الفرق اللي هيحصل بينهم. هنيجي هنا ناخد من الجيومتري للجيومتري، جي زد، الشغل كله هنا. طيب هنيجي هنا ونختار set position،
بوزيشن، نيجي نختار اللي احنا اخترناه فوق ده، شيفت دي ننزل تاني بيه هنا، نختار من هنا السكيل، من هنا نختار نورمال، وهنا نختار النويز، النورمال بالفاكتور، والفاكتور بالفاك بالسكيل، بس احنا مش عايزين دلوقتي ننسخ دي، شيفت دي فاك، لا هنا بالسكيل والفاكتور بالفاكتور، ماشي برضه شيفت دي تاني، وهنيجي بقى بعد كده من هنا اختار ده الجزء ده هنا، تمام. نتحكم بقى في الحاجات المتبعترة دي ازاي، نيجي هنا بقى جي زد، ولحد دلوقتي شغال كويس، بس في مشكلة معانا، ايوه عايزين الجسم نفسه يظهر، الجزء اللي تحت ده، ماشي عشان الدنيا كده ما تلعبكش معانا. نعمل ايه؟ جي زد، تمام كده كويس معانا، جي زد ننزل كده بقى معانا زي الفل. طبعا انت بتتحكم في المسافة بين الحاجات دي كلها زي ما انا قلت لك، من هنا تتحكم من هنا كده. طيب احنا عايزين الشكل ده مثلا ايه، مش عاجبنا، عايزين ممكن نخليه افضل من كده، بسيط، هنيجي هنا ونختار الكالر رام، نحط دي كده، شوف بقى ركز انت هنا، نختار دي العكس. طيب عايزين نظبطها بقى من هنا، نختار كده نقلل دي، شوف كده دي زد، دي زد انزل بيها كده كويس، بس احنا عايزين نقلل المسافة دي برضو، ممكن نزود دي شوية، 0.0 كده مش مشكلة. في حاجة ناقصة، اعتقد ان هي دي، يا سلام والله، الله ينور عليا والله، شوف كده زي الفل. بس احنا بقى عايزين ايه، نظبط الدنيا دي هنا، نيجي هنا بقى نخلي ده 0.1، 0.01 كده كويس، نخلي دي 450، 500
50 مثلا. جي زد كويس. المسافة دي ممكن نقربها شوية، اللي احنا هنيجي نشتغل هنا شوية. 001 جي زد. الله ينور. بص هنا جي زد كويس. بس احنا برضو عايزين شغل اكتر من كده. هنيجي هنا شيفت ايه ونختار ماس. اتحكمنا هنا مش كده. ماشي كده شكلها كويس. برضو الموضوع مفتوح يعني انت وخيالك كده. اطلع لفوق شوية. كده ممكن يبقى احلى. لا، شايف ان كده افضل. طبعا انت عرفت اللي فيها، انت بقى وخيالك بقى اتحكم فيها زي ما انت عايز. المهم احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا. نزل كده ده لتحت، نختار نضغط على واحد جي زد، ننزل بقى كده. ادي انت شفت الفيديو. طبعا اللي بيخلي الفيديو شكله زي ما انت شايفه في الفيديو هي اختيار الزاوية. نضغط شيفت ايه ونختار كاميرا، كنترول الت زيرو. خلي اللي هنا تمام. طبعا ننزل تحت شوية، نختار الت زيرو، نختار كده. نيجي من هنا نخليها 128، وبعدين جي زد زد ارجع لورا شوية. عايزين بقى نعمل انيميشن. هنيجي هنا نختار تايم لاين، من هنا جي زد اطلع لفوق خالص، اضغط هنا اي، وبعدين هنخليها 150. يجي كده، بعدين جي زد ينزل تحت، توس اي، وكده بقى معاك الفيديو زي ما انت شايفه. طبعا انت والموضوع يعني انت وخيالك. يعني انت لو قعدت تجرب وتلعب ممكن تعمل شغل احسن من ده بكتير. بس كده جميل. طيب عايزين بقى نحط الاضاءة بتاعتنا اللي احنا شفناها. هنيجي هنا طبعا اختار سايكل والجي بي يو، تيجي من هنا كده خليه كده الاخر. نلغي طبعا الاضاءة اللي احنا كنا فاعلينها من الاول. احنا ممكن نيجي هنا شيفت ايه، اختار لايت بي اكس، طبعا كبرها شوية، وبعدين شيفت دي هنا. طبعا لو ضغطنا على 7 شيفت دي، احط واحدة هنا كمان، وسع كده. شيفت دي خلي واحدة هنا. هترفع الاتنين دول جي زد تمام. اختار احدد الاربعة واضغط شيفت تي كده تمام. لو رجعنا تاني ضغطنا زيرو. طيب احنا دلوقتي عايزين نزود الاضاءة بتاعتنا. خلاص اختار دي مثلا، هنيجي هنا ونخليها 100.
ارجع كده، دي برضو 100، خلي الأربعة 100. أعتقد الاتنين دول كفاية يعني، كفاية كده. هنيجي هنا هنخلي فعال الدينويز، وما تنساش الموديلنج بتاعنا، احنا كنا هنا مفعلين كنا قافلين الجزء ده، هنفعله. في حاجة مهمة جدا برضو كنت عايز اقولها، عشان لو الفيديو طلع معاك مش نفس الابعاد اللي انت عايزها يعني. هتيجي هنا، هنرجع تاني للجيومتري، الجزء ده خليه بوينت 01. ماشي، انت عندك فيه 3 حاجات اساسيين لازم تتحكم فيهم براحتك، كل ما تغير فيهم هتغير معاك الشكل النهائي. الجزء ده تتحكم في السكيل هنا زي ما انت عايز، وتيجي هنا اللي هو الجزء ده برضو تتحكم في الابعاد دي. طب انت عايز تشوف الكلام ده، نطلع كده ونجيب التايم لاين. لو رجعنا كده مثلا، شوف قرب شوية، تتحكم هنا تظهر معاك. انت كل ما تتحكم هنا هتظبط مطلع معاك الشكل زي ما انت عايز فيه، الشكل اللي في دماغك. برضو اللي تحت ده بيتحكم في اللي جوه، وده التاني بيتحكم في الجزء اللي بره ده. اما هنا بقى بص كده، هتلاقيه بيتحكم في الشكل نفسه، اللي هو يعني الحركة او الشكل العام بيكون عامل ازاي. فانت يعني ايه، انت وخيالك بقى. فمثلا خليها بوينت 2، اما كده ده كده كتير، بوينت 01، بوينت 02. انا شايف ان ده كويس يعني، انت بخيالك يعني، انت اشتغل كده، عشان لو الشكل العام مش عجبك ابدأ شوف التلاتة دول انت عامل فيهم ايه عشان يطلع لك الشكل زي ما انت عايز. وفي الاخر رندر بقى. بس كده، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.